في سموم حميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشأكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه ضاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم باليسار ولا توهنا بالأقدار فنسترزق طالب رزقك ونستعطف شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذنب من منعنا وأنت من وراء ذلك كل أهل العطاء والمن اللهم كما صنت وجوهنا عن السجود لا لك فسننا عن الحاجة لا إليك بجودك وكرمك يا أرحم الراحمين فضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أغننا بفضلك عمن سواك وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين الفاتحة على من أسلفنا الصالحون وعلى من وحبيبنا على الهبشي أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي أمراضنا ويقضي حاجاتنا وحاجات المسلمين أجمعين أن الله يسر كل أمورنا أمور الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بسر الفاتحة. يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون يشرق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد كرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي
صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا وسلم ربي صل على محمد وصله وسهل ما قد تعوق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا وسلم ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله عليه وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يا رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه السلام عليك زين الأنبياء صلى الله عليه السلام عليك زين الأنبياء صلى الله عليه السلام عليك أتقى الأتقياء صلى الله عليه السلام عليك زين الأنبياء صلى الله عليه السلام عليك من رب السماء صلى الله عليه السلام عليك زين الأنبياء صلى الله عليه
عليك أتقى الأتقياء. السلام على المشفع في القيامة. السلام على المضلل بالغمامة. السلام على المشفع في القيامة. السلام على المضلل بالغمامة. السلام على المتوج بالكرامة. السلام عليك السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أتقى الأتقياء. سيدي يا أبا بكر حبكم في القيام ذخري. سيدي يا أبا بكر حبكم في القيام ذخري. يا عمر يقضيه بعمري. وكذا سيدي عثمان. سيدي عثمان. سيدي عثمان. يا طيبة يا طيبة يا داوى العيان. اشتقنا لك والهوى نادانا. والهوى نادانا. والهوى نادانا. يا علي يا ابن أبي طالب منكم المصدر المواهب. يا علي يا ابن أبي طالب منكم المصدر المواهب. هل ترى هل أرى لحاجب عندكم أفضل الغلمان. أفضل الغلمان. أفضل الغلمان. يا طيبة يا طيبة يا داوى العيان. اشتقنا لك والهوى نادانا. والهوى نادانا. والهوى نادانا. أسياد الحسن والحسين إلى النبي قرة عيني. أسياد الحسن والحسين إلى النبي قرة عيني. يا شباب الجنتين جدكم صاحب الفرقان. صاحب الفرقان. صاحب الفرقان. يا طيبة يا
وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه صلى الله على مجده عظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقدار القسمة صلى الله عليه فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود صلى الله عليه فتعطرت بوجودها كناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في الغريب والشاسع فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان صلى الله عليه ليتشرف بوجود ثقلا وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم لنا من ولا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا صلى الله عليه قد ترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى لحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيغ الضلال صلى الله عليه وهو من فوق علم ما قدرت رفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجلال صلى الله عليه انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجأت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرف بها اللسان
عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان. تصبح في الصدور من الإيمان قواعده وتلو على اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق الشواهد. صلى الله عليه وأشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والبلغ عن الله ما أمره بتبليغ خلقه من فرضه ونفله. أبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا صلى الله عليه فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل المستبصرين سراجا وقمرا منيرا صلى الله فما أعظم منة تقرب الله بها على البشر وما أوساها من نعمة إن تسرسرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وجماعها وأزكى التحيات وسعيها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وابرز فيها في خلة الكمال وقام بحق الربوبية في مواتن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال. صلاة يتشجر المصلي عليه به فينبسط في قلب نور سر تعلقه به وهبه ويكتب بها بعناية الله في اسمه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه صلى الله عليه وسلم فيهدينا نشرف الأصل بمده وهبه ما أطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم. اللهم صل وسلم شرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم صلى الله عليه لفظت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيضة التصوير في العالم المغلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول لوصف الكمال المغلق والحسن التام والزين صلى الله عليه فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون فما من شرب ضم إلا وتمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف بموضع استقراره وموضع خروجه وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت صلى الله عليه فكان مستقر في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الظاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر صلى الله عليه ونورا حير الأفكار ذو بار فتعلقت همة الراكب هذه الحروف بأن يرقم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف صلى الله عليه وإن كانت الألسن لدفي بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه وإلا فأنا ضارب الأكنام
عن شؤون خير صلى الأنام الله ولكن عليه. جليل تذوين ما حفظته من سير أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين صلى الله عليه. وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين صلى الله داعي عليه. التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولاعج التشوق إلى سماع أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك آل بيت النبي يا سيد العربي لكم مددت يدي ففرجوا كربي يا آل بيت النبي السيد العربي لكم مددت يدي ففرجوا كربي لكم مددت يدي ففرجوا كربي يا آل بيت النبي السيد العربي صلى وسلم عليه لكم مددت يدي ففرجوا كربي يا آل بيت النبي السيد العربي لكم مددت يدي ففرجوا كربي لكم مددت يدي ففرجوا كربي يا عزة الظهرات في رحمة نشرت على القلوب بفاي ذي الجود والمدد يا عزة الظهرات في رحمة نشرت على القلوب بفاي ذي الجود والمدد على القلوب بفاي ذي الجود والمدد يا آل بيت النبي اللهم صل وسلم عليه السيد العربي لكم مددت يدي ففرجوا كربي يا آل بيت النبي السيد العربي لكم مددت يدي ففرجوا كربي لكم مددت يدي ففرجوا كربي أسعد من خدمي ما دمت خديمكم والبسط حنيا والأفراح طوع يدي أسعد من خدمي ما دمت خديمكم والبسط حنيا والأفراح طوع يدي يا آل بيت النبي
فاخلع الكونين عنك سواه حب مولى العرب والعجب يا إمام الرتب يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي سيد السادات من مضري غوث أهل البدو والحضر سيد السادات من يعينك الرئاينا يا نفس طيبي باللقاء يعينك الرئاينا هذا جمال المصطفى
صل وسلم وبارك عليه. وقد آن للقلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي هي أحسن الشمائل. وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار صلى الله عليه ليتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزه في حدائقه الأسماء والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه السورة صلى الله عليه. فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بالنور. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية فاستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفته من العالمين. فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلته يد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة. فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمت أنشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا حتى مر شهر بعد شهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على آل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب أوان وضع هذا الحبيب عادنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأنظار الجود الإلهي على أهل الوجود تسيج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت كناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا
وأفاق كل صلى نور الله عليه وأنفذ الحق حكم على من نذم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماط الممدود صلى الله عليه فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا وما هما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فهذا الوقت الذي رتب الله على حضور وجود هذا المولود صلى الله عليه فانطلق صبح الكمال من النور العمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد ومولانا محمد حاضرك رسول الله بكرمك رسول الله أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فاضربوا يا أهل المثاني فهزاروا اليوم غرت واستضيئوا بجمال فقى في الحسن تفرد صلى الله عليه يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد صلى الله عليه عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلربي كل حمد جل أن يحصره
مرحبا مرحبا على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا رحمك الله أو رحمك ربك صلى الله عليه قالت الشفاء وضاء دوما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض قشور الروم قالت ثم ألبست وأنجضت ولم أنشب أن غشتني ظلمة ورعب وقشعريرة عن يميني فشميت قائلا يقول أين ذهبت به قال إلى المغرب صلى الله عليه وسلم وأسفر ذلك عني ثم عاودت الرعب والظلمة وقشعريرة عن يساري فشميت قائلا يقول أين ذهبت به قال إلى المشرق صلى الله قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى بذعث الله فكنت من أول الناس سلاما وقد ترجمت السنة من عظيم المعجزات وبين الآيات البينات بما يقضي بعظيم شرفه عند مولاه صلى الله وأن عين عنايتي في كل حين ترعاد وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Salawat salam daga Kanjeng Nabi bagus dan banyak manfaat. Tetapi kula yakin samun kaula ban panjenengan gelem di ngodi sunana Kanjeng Nabi. Bener tak penting salawat. Sampeyan hadir bagus. Pakai adab, sopan santun. Pakai tata krama. Sampeyan bener tamu iku lah.